كابتن بمسي عليك وعلى الكابتن وليد صلاح والكابتن هشام حنفي. يعني يا كابتن امين، يا كابتن امين، يعني ده كلام يقول لك ازيك يا امين تقول له ازيك يا كابتن اسامه؟ يعني ده كلام طبعا. لا طبعا ولازم اقول الكابتن وليد والكابتن هشام. الله يخليك وكابتن اسامه، انتوا الثلاثه حبايبي يعني. يا كابتن الف مبروك طبعا، يعني نقطه بطعم الفوز، ولكن شفناك الشوط الاول متنرفز قوي وبتزعق للاعبي الجونه، وكنت ساير على ايه؟ كان ايه اللي مش قادرين ينفذوه صح من التعليمات؟ في الشوط الاولاني يعني؟ لا بالعكس والله، هو انت عارف يا كابتن وليد في رهبه شويه وفي خوف من ماتش النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل نتيجه يعني سلبيه برضه في بتروجيت، فكنا كنا اللعيبه عندها نوع من الرهبه والخوف الاول في بدايه الماتش. كابتن انور حذرهم من الموضوع ده، وان احنا عاملين ماتش كويس، ماتش الاسماعيلي لازم ننزل نلعب زي ما كنا لعبنا ماتش الاسماعيلي. حصل لخبطه في بدايه الماتش، اعتقد ان احنا ما كناش كويسين خالص الشوط الاولاني. كابتن انور بين الشوطين كلمهم وهداهم وقال لهم لازم نلعب كوره كويسه، وانا مش شايف ان في فرق كبير بين الفرقتين في الملعب. لازم تقرصوا على نفسكم شويه ويبقى في نوع من الجديه والرجوله شويه جوه الملعب. واعتقد ان التغيير اللي عمله بخروج احمد عمران ونزول فيليكس ضمننا نص الملعب اكتر، قدرنا نقفل المفاتيح اللعبه اكتر بزياده الشوط الثاني. ربنا وفقنا في الهدف طبعا الحمد لله. قفلنا اللعب شويه. اعتقد ان احنا امتلكنا نص الملعب احسن شويه الشوط الثاني، بالذات خصوصا في اخر ربع ساعه و10 دقائق ملعبهم 3 مهاجمين صراحه لقدام. فدي كانت الحمد لله في صالحنا يعني. طيب كابتن امين، المتعارف عليه في كل المدربين، عند كل المدربين، اما ابقى خسران بهدف المفروض انزل مهاجم واطلع مدافع، لكن مساله ان انا ابقى خسران واطلع احمد عمران اللي هو المفروض القوه الهجوميه بتاعتي وانزل ليبرو، دي اللي جديده على المدربين المصريين، كلنا تفاجئنا. لا بص يا كابتن وليد، عايز اقول لك حاجه مش جديده. هو ده فكر الكابتن انور، واعتقد ان هو وفق فيه جدا طبعا جدا. طبعا دي حاجه طالما انا بص يا وليد، طالما انا عندي لعيب ما بيأديش مهامه بينفذها بالطريقه اللي الكابتن شايفها وبيقدر يديله الغرض من الواجبات اللي هو مديها له، طب انا استنى عليه ليه؟ حتى لو هغير الطريقه. فاعتقد ان الكابتن فكر فيها كويس. ربنا وفقنا، قدرنا نمسك نص الملعب الشوط الثاني، ولان هو الخطوره كلها في النادي الاهلي في الطرفين، وكان نص الملعب اللي كان بيزيد منه حسام او جده او ابو تريكه. تمام. فدي ظبطت لنا اللعب شويه، وقدرنا الحمد لله ان احنا وفقنا في الجول، ووفقنا ان احنا نشترك نص الملعب. كان في اي تكليفات فرديه مع ابو تريكه او عبد الله السعيد او جده، النجوم اللي بتيجي من الخلف؟ لا بص يا وليد، دي مفيش تكليفات. هو احنا بنلعب زون وبنلعب كل واحد في المنطقه اللي بيجي لي في منطقته المفروض بمسكه. تمام. فدي يمكن الكره الحديثه اللي حكايه التكليفات اللي هي يبقى مان تو مان مع لعيب طول الماتش او في النص الثلث الاخراني، اعتقد ما بتتعملش الا مع اللعيبه اللي هي عندها حلول فرديه كتير قوي ومش في الزحمه. لكن كل ما نضيق المسافات ونعمل زحمه في نص الملعب، اللعيبه اللي هي يعني بيبقى عندها صعوبه شويه في الاختراقات. تمام. فاحنا قفلنا الجنبين وخلناهم يعني حاولوا يلعبوا على الجناب اللي احنا كنا قافلينها الحمد لله يعني. طيب بالنسبه لهدف عماد متعب، شايف ايه الخطا الدفاعي اللي حصل علشان النادي الاهلي يحرز الهدف ده؟ خطا دفاعي، الناس كلها سرحانه، واللي المفروض ماسك عماد متعب او قريب منه ما مسكوش، الراجل لعبها بكل سهوله. يعني خط الدفاع كله سرحان وكله بص للكوره، ما بصش للراجل اللي هو هيجيب الجول. ففي لحظه سرحان جه فينا الجول يعني. على الجانب الاخر احمد عادل عمل نفس الكوره دي برضه في مباراه انبي، وكررت تاني النهارده وعملها برضه في مباراه الاسماعيلي. هل دي متفق عليها ان احمد عادل بيعمل كروسات من اي مكان في الملعب؟ يعني شفنا ان هو ما وصلش لاخر خط الجزاء، هو عملها من بدري قوي. دي يا وليد واجبات الطرفين سواء من اليمين او من الشمال، ودي واجبات متفق عليها، واعتقد ان هو عمل كويس في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. مش لازم نوصل لغايه الخط عشان نعمل اوفر، بالعكس انت بتخلي موقف المدافعين اصعب، ان انا ما بوصلش لغايه الخط، دي بتضايقهم شويه، ويعني بتعمل لهم نوع من عدم التمركز الصحيح جوه ال 18.
تمام. خد السؤال ده بقى من الكابتن اسامه عرابي، عايز يسالك هو ينفذ بس وعده، عشان هو وعد لو كسب الاهلي او تعادل فيه هديه لبنتي. هديه؟ ايه يا كابتن امين؟ بقول لك يعني بصراحه فعلا بنت الكابتن اسامه اسمها سوار، وانا فعلا قلت لها لو كسبنا وتعادلنا ليها هديه عندي، وقالت لي بجد حقيقي بس لازم يكون حقيقي. قلت لها حاضر، انا الاثنين هيبقى حقيقي. ألف مبروك. كده هو كسب الهديه. ألف مبروك يا كابتن أمين. وكابتن أمين عرابي المدرب العام لنادي الجونة، شكرا جزيلا. نروح بسرعة للSNG بتاعنا.